حبينا نعملوا جولة على البورتري نتاع أكثر السياسيين اللي عندهم شعبية في تونس. نشوفوا رحمة كمون شنو حضرت لنا. من بعد الثورة توانسة ولاو يحكيو سياسة أكثر من الكورة، وبرشا رجال سياسة وقيادي حركة وأحزاب كوروا كيف ما حبوا في الحوارات التلفزية والإذاعية، وبالطبيعة ناس كتبها طلعت وناس الله أعلم. احنا حبينا نعملوا دي بورتري بوغ لي بوليتيسيان الأكثر شعبية في تونس. نبداو بالباجي قايد السبسي، وشكون ما يعرفش البجبوج، رجل يافع في مقتبل العمر، ناشط ورشيق ومش مقعر حتى طرف. ما كذلك. والأهم من هذا الكل طموحاته وأحلامه السياسية اللي أكبر من عمره. ما زلت صغير غير الوقت مكبرني، وما زلت صغير لكن حالي محيرني. اون دوزيام بوزيسيون نلقاو شيخنا المفدى راشد الغنوشي. اي نعم، رشودة المعروف بالابتسامة اللي تعلو محياه وساعات تكون عريضة جدا. لا سامحوني، هي الضحكة الصحيحة. والأهم من هذا الكل تصريحاته ومواقفه الثابتة اللي ما تتبدلش. ضد كل تشدد، سواء تشدد باسم الدين ولا تشدد باسم غير الدين. والسلفيين هم جزء من هالبلاد هذه. Ces gens-là représentent un danger non seulement pour Enarda, mais aussi pour les libertés publiques dans le pays et pour sa sécurité. نمشيو لسي رفيق عبد السلام وزير الخارجية متاع بلادنا، والحقيقة برك الله عليه ميزاته كبيرة، يفهم في الاتيكيت، فصاحته وبلاغته حاجة غير مسبوقة. ثم 2 جثث تم انتشالهم طبعا وللأسف معناها هما في حالة وفاة. والله العظيم يا جدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال متفاني في العمل وما يعرفش الراحة، والأهم من هذا الكل معلوماته الجغرافية. لدينا امتداد ساحلي وربما يزيد عن 500 كيلومتر. ونتعداو النجم المجلس التأسيسي بدون منازع إبراهيم القصاص. أحلى حاجة فيه لباقته في مداخلته في المجلس. على كل نائب في هذه القاعة وبعد التصويت على هذا المشروع أن يصعد إلى السطح ويرمي نفسه ليروح ويستريح ويريح الشعب من خلقه. لا باهي هكا. لا هذا اقتراحي، هذا اقتراحي. والمعروف عليه زادة علاقته الطيبة بالنواب. لا استناو، أحلى حاجة كيف يتوجه بخطاب الأعضاء الحكومة. اللهم يا قهار يا جبار، أنا عبدك الفقير إليك، أسألك باسمك الأعظم أن تقسي مظهر كل متاجر بالدين وكل كذاب أثيم وكل من يقول شيئا في الكواليس ويقول عكسه في العلن. الله يخرب بيت الديمقراطية على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطية. أما بيناتنا أقوى كاريزما يملكها رئيس الحكومة حمادي جبالي، ما نراو كان ابتسامته في كل مناسبة، وما تنجم كان تعجب بأسئلته الخطيرة في المواقف الصعيبة. وين البلديات؟ ايش قاعدين يعملوا؟ وين السلطات؟ وين الولات؟ وين الحكومة أيضا؟ هذا سؤال. وقوته في الحساب. يعني لو كان نهبط من جويلية 2013 إلى جانفي 2013 باش نزيد أضربهم في الستة، تقريبا 65 أو 66 مليار. وبراعته كي خاطبنا بلغة موليير. Nous avons fait le temps de préparation et préparation c'est 4 moins 5. Tout ce que je sais, ce 14 juillet, c'était la révolution. C'est le fruit de la révolution populaire. La facilité au français. Voilà. Bon, je préfère le prononcer en arabe. Le français c'est une langue vivante, je pense. Comment on dit en français? Rassemel et Jaben. Je crois que par la plupart des Tunisiens, c'est un faux problème. Et pour finir en beauté, ما نجموش نتجاوزوا أناقة رئيسنا في كل المواسم. ميرسي ميرسي اي ميرسي. ووهرته في المواعيد الرسمية، وخاصة هدوء أعصاب. بونتي ديفين. تو معقول هذا انا نتكلم في التليفون؟ شكلك حلال. حسيلوا يا جماعة، دمتم ذخرا للوطن يا أقوى سياسيين في التاريخ.